السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل الفيديو اللي فات. قلت بالمرة اعمل لكم الامبراطور المجنم. انا عملت لكم فيديو ونزلته اللي حابب يقتنيه. طبعا الحتة دي مفتوحة المصدر زي ما قلت الفيديو اللي فات، وقلت ازاي تعرفوا ان هي مفتوحة المصدر. المرة دي الفيديو ده عن فك وتركيب الامبراطور المجنم، لان هو فيه تركاية كده بسيطة، وبالمرة نشوف المعدن بتاعه وحاجته، بحيث يبقى ايه لو حد عايز يقتنيه يبقى عارف هو على ايه. دي طبعا اول حاجه بنبتدي بيها سقاط تثبيت الاجزاء. بس اول حاجه ننزل الخزنه، دخل سقاط تثبيت الاجزاء، نشيلها اول حاجه. هي طلعت بسهوله جدا اهي، نحطها هنا. تمام، نحط الحاجه كده في ترتيبها عشان تبقى عارف انت فكيت ايه وعملت ايه. طيب بص، احنا طبعا في اي حاجه بنقوم شادين دي لورا والايه وبنرفع المنزلق لفوق وبيطلع معانا. لا، هو ده مختلف شويه شويتين ثلاثه. بص، ده بيطلع لقدام زي ما انتم شايفين اهو اهو، بكل سهوله وبكل بساطه. ادي الاجزاء من جوه. طبعا انا ده اول مره اصينه، فانا طبعا مش هصينه وانتم معايا. ادي اللي نزلت منها اول حاجه اهو. نحط السوسته بتاعتها. دي سوسته ابره ضرب نار، دي طبعا شاكوش داخلي. بصوا ابره ضرب النار اهي، هوريها لكم لان هو شاكوش داخلي. ادي ابره ضرب النار اهي. تمام، ماسورة جميلة جدا بصراحة. هو معدن والماسورة بتاعته جميلة واسعة. تمام، وده مفتوح المصدر فما فيش اي حاجة. ده بيضرب في ناس عن تجربة، انا ما ضربتش بيه بس عن تجربة في ناس ضربت بيه البلي ال 2 ملي. في برضو عندي الايكو جاكيل هعمل لكم عنه فيديو، مفتوح برضو المصدر. تمام، ندخل اهو، دخلت الحاجة. احنا دلوقتي بنركب عموما. تمام، فيديو سريع كده اهو. دخلت الموضوع بتاعه سهل جدا. ركب تمام كده. المفروض ان انا هشد الاجزاء واشتغل. المفروض ان هو لو ركبت كل حاجه مظبوط المفروض يشتغل طبيعي خلاص. لو في اي مشكله مش هيشتغل اهو. كده الاجزاء ثبتت ورا، طلع لقدام. هو ده فبر مش تبقوا عارفين، بلاستيك فبر، بس هو من جوه ده معدن. بصراحه انا بحبه. حته جميله جدا جدا، وهحاول ابقى اضرب لكم بيه واعمل لكم فيديو عنه. ولو حد محتاج اي حاجه او اي نوع حاجه معينه عايز لها فك وتركيب، يا ريت يكتب لي في الكومنتات. وما تنسوش تعملوا اشتراك عشان تدعمونا ونكمل ان شاء الله السلسله بتاعتنا. واتمنى اكون بفيدكم على قد ما اقدر. شكرا.